لأنه لم يكن مثل كل الأطفال. لم يتوقف عن الملاحظة والسؤال في كل ما يجذب انتباهه. اختارت والدته أن تهتم به وتعلمه بنفسها في المنزل. إنه توماس أديسون الذي أنهى قراءة كل الكتب التي كانت في منزله وهو في 12 من عمره. أظهر اهتماما كبيرا بقواعد الفيزياء التي وضعها نيوتن، فكان دائم النظر حوله يراقب ويتابع ويجرب. لم يقف ضعف سمعه عائقا أمام طموحه، بل تحول إلى عالم قدم للبشرية الكثير. اخترع المصباح الكهربائي بعد 1000 محاولة. وتقديرا لما قدمته له والدته، اجتهد وثابر ليكون له أثر في الحياة. ولذلك عند حديثه عن نجاحه قال: أمي صنعتني لأنها كانت تثق بي. فما أجمل أن نجتهد ونثابر لنقدم نجاحاتنا هدية لكل من يهتم بنا ويساعدنا على الوصول إلى التميز.